فرنش تشيكن ده يختلف عن التشيكن اللي احنا عارفينها ولا ايه؟ وهل يا ترى الشيف محمد صلاح زي ما هو جامد في اللحمه يبقى جامد في التشيكن؟ خلينا نشوف. بسم الله. اهلا بكم في ريفيو مع شوري، والنهارده ريفيو عمر. برضه لسه عند كلام مقارن بالسماش برجر بالفري تشيز ستيك عالمي. المكان اسمه 3 داينرز موجود في ذا درايف في التجمع، ودوس يا معلم. وعلشان كده جينا 3 داينر. وما تنساش اديني قلبك، اديني قلبك، خد قلبي، اديني قلبك، خد قلبي يا سيدي. هنا بقى في التجمع مفيش موتوسيكلات عن هنا بوجاتي لامبورجيني. الوضع هنا مختلف خالص، مش عارف سامعين ولا لا، بس هنا الوضع مختلف. وبما اننا في 3 داينرز فطلبنا 3 سندوتشات علشان يبقى الموضوع حرفيا يعني. انا تقريبا طلبت السندوتشات اللي طلبها عمر معايا، ده الساندوتش اللي هو البريسكت ده، لان ده جمعه وسبت بس تقريبا، وانا النهارده يوم خميس. المهم خلينا نخش 3 داينرز 3 وجبات. نبدا باول حاجه البيج بوي. اكتر ساندوتش عجبني عنده كان الساندوتش ده، قطعتين سماش برجر بينهم جبنه وعليهم فري تشيز ستيك، وكل حاجه فيهم انت حاسس بطعمها، وكل حاجه فيهم طعمها حلو احلى من اللي. الصراحه انا كده بحب الشيف محمد صلاح، يعني هو راجل جامد، فخر الشيفات بما اننا فخر العرب. كر افيه نعديه يا شباب مع بعضينا، يعني بالحب نعدي الافيه ده. ايه الحلاوه دي؟ الساندوتش شكله حلو قوي. بص كده، بص الساندوتش شكله عامل ازاي بجد، ايه الجمال ده. يلا نبدا، بس قبل ما نبدا خليكم فاكرين ان الاكل اذواق، السمك صحاب مش طواجن. بسم الله. تبارك الخلاق، والله مش عارف اقول ايه. يعني سبحان الله. عاوز اقول لكم رايي، بس عاوز اخلص الساندوتش الاول. عارفين لما تلاقوا حاجه حلوه وانت مش عارف تتكلم مع، يعني الناس كلها بتتكلم حواليك وانت ماسك الحاجه الحلوه اللي بتاكلها وحالق للي حواليك، بس انا مش عاوز احلق لكم يعني، فهقول لكم دلوقتي رايي ولا كلمه. السماش برجر طعمه حلو، وطعم البرجر حلو، مش اللي هو مصفي العصاره بتاعته كلها فانت ما تحسش بطعم البرجر، لا ظاهر التشيز، ظاهر البصل المكرمل، ظاهر. انا مبسوط. خليني ابرر لكم بقى هو ليه انا حاسه ان هو من اجمل البرجر اللي اكلته في حياتي. ليه؟ لان انا عارف ان الشيف محمد صلاح اصلا اللي هو صاحب المطعم هو اصلا محاضر في قطعيات اللحمه، يعني بيقول لك ازاي اللحمه دي غير انها بقى جايه منين وتستوي ازاي افضل طريقه ومش عارف ايه. هو عارف افضل قطعه لحمه لما تستوي بافضل طريقه تطلع لك احلى طعم. هو بقى لافف اللفه دي كلها، يعني لو محدش عارف الشيف محمد صلاح فهو اللي في الفيديو ده احساس طبيعي جدا لما تاكل من ايد الشيف محمد صلاح. هو اللي ظهر لكم، ده هو الشيف محمد صلاح. يعني خشوا سرشوا عليها تفهموا ليه انا مبسوط دلوقتي وانا باكل البرجر ده. راجع عشان ما نطولش في الساندوتش ده اكتر من كده، تعالوا نخش على اللي بعده. فرايتي حلوه في الساندوتشات بس مش كتير قوي. سماش برجر وفلي تشيز ستيك وفريد تشيكن اللي كانت حلوه برضو بالمناسبه، يعني ممكن تاكلها برضو من عنده. قبل ما نخش على اللي بعده نفصل بفرايز. بسم الله. نخش على اللي بعده. تعالوا نشوف شكل الساندوتش. خطير بالمناسبه، علشان اثبت لكم برضو ان الساندوتش اللي قبله جامد جدا. عقبال ما خدت قط علشان ابدا اصور اللي بعده، جيب كده. شكرا، ده بيخ. وبرضه عقبال ما اخلص ده هتلاقي ده بيخ. فيعني ايه، عشان تعرفوا ان الموضوع ما بيستناش. بس بسم الله. يعني بالنسبه لي حلو، طعم التتبيله حلو، مشكلتي الحشو اللي جوه الساندوتش حلو، لكن العيش نفسه هو اللي بالنسبه لي مضيع الطعم. وكالعاده وزي ما بنقول دايما ان الاكل اذواق، فممكن تكون ناس بتحب نوع العيش ده، بس انا بالنسبه لي مش ذوقي. بس متهيألي لو جيت كلت هنا تاني ممكن اطلب نفس المكونات ديت بس في عيش تاني، اللي هو في العيش بتاع الساندوتش الاولاني، بالنسبه لي هيبقى طعمه اجمد بكتير. عشان ما نطولش اكتر من كده في الساندوتش ده، نخش على اللي بعده. واخر حاجه معانا فرنش تشيكن. بص كده شكل الساندوتش مع الصوص برده خطير. الصراحه شكل الساندوتشات كلها هنا تفتح النفس بجد، شكلها حلو جدا. تعالوا نشوف بقى موضوع فرنش تشيكن ده يختلف عن التشيكن اللي احنا عارفينها ولا ايه؟ وهل يا ترى الشيف محمد صلاح زي ما هو جامد في اللحمه يبقى جامد في التشيكن؟ خلينا نشوف. بسم الله. مبدئيا قبل ما اقول رايي، انا اسف يا شيف، استاذنك اخد واحده تانية لو مش هيضايقك. انا اسف ان انا شكيت فيك للحظه، اخد قطمه كمان. الساندوتش بالنسبه لي فوق الجامد برده بشويه. وعاوز اقول لكم حاجه بقى، الفراخ هي قطعه فراخ بجد، يعني هي مش الحاجات بقى المفرومه وبتاع، لا هي يعني هي الفراخ. يعني خلينا نبص، بصوا كده، قطع
النسايل الفراخ، يعني هي قطع فراخ بجد، مش الحاجات المفرومه بقى ايه اللي بنشوفها في انتوا فاهمين. وطعم التتبيله اصلا واصل لجوه، يعني انا دلوقتي الحته اللي انا دقتها دي طعم التتبيله فيها لحد جوه. فالصراحه ولا كلمه، يعني تسقيفه للشيف الصراحه، اذا كان في الفراخ او اذا كان في اللحمه. السندوتشات بالنسبه لي كلها اجمد من بعض والله. كومنتي الوحيد بس على الساندوتش اللي قبل ده في العيش فقط، مش في المكونات او التسويه، غير كده كل حاجه جامده جدا. حاسس ان انا مقصر في حق نفسي دلوقتي، محتاج اطلب واحد بيج بوي تاني. ساندوتش اللي هو الاولاني يعني ده ضمانة شوري، يعني تيجي بجد وانتم مطمنين تطلبوا الساندوتش البيج بوي اول واحد ده، ولا كلمه بجد. لحد هنا نكون خلصنا فيديو النهارده، فما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات او تبعتوا لي على الانستجرام تحب الريفيو الجاي عن مين وفين. ولو ما حدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم، فانا بحبكم. لسنا الواحد لكننا الافضل، لكننا الافضل، لسنا الواحد لكننا الافضل، لكننا الافضل.